السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ولي الأوفياء وينهي مرحلة فراغ. نشاهد العائد إلى حراسة العرين رئيس بنبولحي بعد غياب لمسناه وتحسسناه في المباريات السابقة. بعيدا عن حسابات الفوز والخسارة، ستكون هذه المباراة مناسبة لتثبيت التشكيلة المثالية ولتكريس طريقة لعب مناسبة تحسبا للقادم الأهم. إذن مشاهدينا الأفاضل المتابعين الكرام، نشاهد لاعبي المنتخب الوطني الجزائري وإلى جانبهم لاعبي منتخب السويد. المنتخب الوطني كما ذكرت الكرة بكلايسون في الجهة اليمنى أو في الجهة اليسرى لمنتخب السويد، رجح من هناك يفضل الاستناد والاعتماد على التمريرة، ولكن يملك نوع من الأفضلية في هذه اللحظات. الكرة هنا مباشرة الدفاع للمنتخب السويدي من هناك عن طريق فورسبيرغ عنده الكرة، التمرير 1-2، البحث عن التوزيع، يتمكن من توزيع الكرة، يبحث يفضل التقدم بالكرة والبحث عن التوزيع ممتازة. استمعوا يعني لهزيج وتشجيعات المناصرين الجزائريين وكأننا في أحد الملاعب الجزائرية. أعداد غفيرة وكأس الملك. هنا الانطلاقة، هنا اللعبة، الكرة ثابتة. الحكم يقول ما فيش مخالفة، الحكم يقول العب وما فيش مخالفة على يوسف بلايلي. انطلق من هناك، حاول المرور بالكرة ولكن التدخل بكنترول ثم يتوغل بها مثل ما يحدث هنا في اللقطة. يسترجعها بن ناصر مرة كانت متوقعة طبعا من الرهان اليوم. طبعا احمد طوبة بطريقه ممتازه يوصلها لبلايلي ولكن طول عليه نوعا ما مباشره الى الحارس. اتمنى ان تبقى الامور على حالها. تبادل بين بن طالب وبن ناصر بطريقه رائعه وتوصل لي يتقدم بالكره رامي، يبحث ينتظر طلب الكره لمحرز ولكن طول. إقامة ممتازة سليماني ومباشرة عن طريق كلايسون. في المتابعة أحمد طوبة يتفوق عليه، وجب البقاء على حالة الاثنين. حذاري من هذه الكرة، حذاري من هذه الكرة. لحسن الحظ التركيز يغيب عن إيميل فورسبيرغ في اللقطات السابقة. التسديدة كانت، شوف الإعادة هنا، هذه الكرة إيميل هول منطلقة، يا سلام، ممتاز رايس، ردة فعل رائعة، ردة فعل جميلة جدا. تلعب الكرة في اليسار، بلايلي التبادل بينه وبين زروقي والأمهر والأبرز يوسف بلايلي انطلق، يلا المراوغة، يلا التسديدة، باطلي هنا بلايلي يبحث عن التوزيع ولكن الدفاع الوطني تمشي الكرة العطال يبحث عن التوزيع حاضرة وموجودة مباشرة، لكن الدفاع يخرجها. تبقى الخطورة وتبقى المبادرة من جانب منتخب السويد. على مرتين، يا سلام، على مرتين. عيسى ماندي يتمكن من زروقي، بلايلي بروعة، توصل الكرة، محاولة تمر السويدي. هل سنشاهد الشباك تهتز للمرة الأولى؟ تنطلق الكرة، تصل مباشرة من بلايلي لبن ناصر ولكن 17 تلعب الكرة مباشرة من هناك لأرسن ولكن موجود أحمد طوبة. رامي بن 70 خطأ في حكام المباراة. ماذا هناك؟ البطاقة الحمراء مباشرة.